السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. مستمرين بقى في فيديوهات العيد. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت السمنه بطريقه سهله جدا وبسيطه. عايزه اقول لكم ما شاء الله ان هو مقرمش ودايب دوب كده وطعمه حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. عايزه اقول لكم برده ان هو بكوبايه واحده بس من السمنه هيعمل معاكي ما شاء الله كيلو الا ربع من البسكوت وكل الكميه اللي قدامك دي. يلا مع بعض نصلي على سيدنا محمد ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه معايا كوبايه من السمنه بدرجه حراره الغرفه، يعني 200 جرام من السمنه، كوبايه ومعلقه كبيره من السكر البودر يعني 165 جرام، حبتين من البيض وفانيليا، معايا 3 معالق كبار لبن، معلقتين ونص كبار نشا يعني 40 جرام، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر يعني 3 جرام، و3 كوبايات ومعلقتين كبار من الدقيق يعني 400 جرام بالظبط. استخدمت فيهم المج اللي موجود في بيوتنا كلها. هسيب لكم كل المكونات بالكوبايه وبالجرام في اول كومنت مثبت والديسكريبشن بوكس عشان الحاجه تطلع معاكم مظبوطه 100%. في العجين بقى حطيت السمنه وحطيت السكر، على البيض حطيت كمان الفانيليا، وهبدا ان انا اضرب بقى السمنه والسكر مع بعض كويس جدا لحد ما الخليط يفتح معانا ويتقل ولونه يبقى فاتح ويبقى فلافي خالص وهش معانا. وزي ما قلت لكم انا كده خلاص جهزت البيض. هفضل بقى اضرب فيه سواء بعجان، مضرب كهرباء، مضرب يدوي او بايدك، مفيش اي مشكله خالص، ان شاء الله النتيجه هتبقى واحده. بعد كده بقى هبدا ان انا احط البيكنج باودر والنشا على الدقيق وهقلبهم تقليبه كويسه جدا بالشكل ده. تقلبي كل النشا والبيكنج باودر في الدقيق كله. بعد كده بقى اما الخليط يوصل معانا ان هو يبقى كريمي وهش، هنزل باول حبه من البيض، واول ما تختفي معانا هنزل بالحبه التانية وهضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يختفوا معانا تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بجد ان البسكوت سهل جدا، مش هياخد من وقتك اي حاجه وفي منتهى الجمال. بعد كده بقى هحط 3 معالق كبار من الحليب بدرجه حراره الغرفه من التلاجة عادي جدا مفيش مشكله، واضربهم مع بعض. مجرد ما الحليب يختفي هبدا بقى ان انا انزل كل حاجه من الويسك بتاعي، وابدا ان انا احط الدقيق وهسيب حوالي ربع كوبايه بس كده من الدقيق، وهبدا ان انا اقلب الاول بالسباتولا. ومجرد ما الدقيق يختفي معانا هنلاقي العجينه لسه بتلزق، هضيف لها ربع كوبايه تانية من الدقيق وهقلبها بايدي بقى كويس جدا، مجرد تقليب بس، انا مش هعجن فيها ولا اي حاجه. بفكركم بقى ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يحفظهم وينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. هنا بقى حطيت باقي الدقيق وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي كويس جدا بالشكل ده. العجينه معانا طريه ومش بتلزق، واختبريها بايدك، اللي انت مش بتعجني بيها هتلاقيها مش بتلزق تستخدميها على طول. في كيس الحلواني والتيب بتاعه البسكوت هبدا على طول ان انا احط كميه العجين اللي انا حباها وهبدا ان انا اشكلها بالشكل ده. هي العجينه اتقل شويه من عجينه الزبده، بس عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا وطعمه بجد رائع فوق ما تتخيلوا. اهم حاجه ما تكتريش العجين في كيس الحلواني عشان ضغطته تبقى خفيفه على ايدك وايدك كمان ما توجعكيش. هبدا بقى ان انا اشكله كله بالشكل ده، وعايزه اقول لكم بجد ان هو فعلا طعمه حلو. يعني انا اول مره اعمله بالسمنه، بس عايزه اقول لكم بجد ان هو حلو جدا والتجربه بصراحه يعني تستحق. فجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وطبعا لو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه اشتركوا عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. وعايزه اقول لكم ان انتوا يعني بعد العيد باذن الله هينزل لكم مفاجآت وينزل لكم حاجات حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم قوي. هنا خلصت اول صاج، هدخله على طول الفرن يكون سخن على درجه حراره 160. الرف اللي في النص مشغله من تحت بس لو الفرن بتاعك عالي، لو الفرن بتاعك مش عالي خليها 170 180. مجرد ما ياخد لون من تحت حبه تشغلي له شويه تمام، مش حابه خلاص. ده اول صاج طلع معانا اهو، شايفين جماله؟ عايزه اقول لكم حلو جدا، ودي كل الكميه كيلو الا ربع بالظبط. فعايزه اقول لكم ما شاء الله ان هو حلو جدا واقتصادي جدا جدا. جربوها يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.